أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الصعب سهلا. أهلا بيكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما وعدتكم السيشن اللي فاتت إن إحنا هيبقى فيه سيشن لوحدها خاصة بالأونبوردنج. طب ده ليه؟ ده علشان خاطر إحنا الاون بوردنج كسيشن ما ينفع، او كتوبيك ما ينفعش ان هي كنت عايز اديها حقها واديها وقتها. اوكي. علشان خاطر هي كتوبيك ما ينفعش ان احنا نشرحها مع حاجة تانية، لان الاون بوردنج بشكل عام اغلب الناس فاكره ان الاون بوردنج هو الويلكم مسج اللي بتكون في بدايه كل ابلكيشن بعد ما اليوزر يوصل لمرحله اللوجن بكل انواعها. بس طبعا مش ده المين اوبجيكتيف او الكور جول الخاص بالاونبوردنج. علشان كده حبيت ان احنا لما نتكلم في الاونبوردنج تكون يعني واخده حقها بشكل كافي، تكون فعلا احنا نقدر نلم كل الكور والتوبيك الخاصه بالاونبوردنج بشكل عام، وبشكل خاص للاونبوردنج. طيب خلينا نبدا سريعا كده. احنا عندنا 3 تايبس للاونبوردنج في الموبايل ابلكيشن. تمام. طيب ايه هم خلينا بس يعني ناكد ان الاونبوردنج مش الويلكم مسج اللي موجوده في البدايه. مش هي جزء طبعا، ولكن مش هو ده النوع المهم، النوع اللي احنا كلنا آه، بنستهدفه او بنكفر عليه. طيب ده ليه؟ له 3 اسباب. بس خليني نسكادول ال3 اسباب دول واحنا ماشيين هنشرح ستيب باي ستيب مع بعض. تمام. خلونا نقول ايه هما ال3 اسباب بس لما نبدا نفرق الاول بين الثري تايبس فور اونبوردنج. طيب احنا عندنا اول ستيب في الاونبوردنج هي الويلكم اونبوردنج. طيب ايه هي الويلكم اونبوردنج ده بشكل مختصر وبشكل سريع؟ الا وهي ان انا بحط والله ويلكم مسج. خليني اظهرها لكم. انا كنت واخد يعني سكرين شوتس وحاجات. ده الويلكم مسج اللي موجوده، بتكون موجوده في الاونبوردنج بشكل كبير. اغلبنا او اغلب الناس اللي بتتعامل في الاندستري الخاصه بالموبايل ابلكيشن بتبقى شايفه ان الاون بوردنج ان انا اليوزر محتاج ان الاون بوردنج يكون سلس وبتاع مش عارف ايه الكلام ده كله، وان ده يكون بديله ويلكم مسج موجوده داخل الاب. ولكن ده منظور خطأ، وده مش اقوى حاجه في الاون بوردنج. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على انواع الاون بوردنج. احنا عندنا الويلكم مسج هي مش اقوى حاجه في الاونبوردنج بشكل عام. طيب ليه مش اقوى حاجه؟ لان هي مش بتقدم الفاليو الحقيقيه للبرودكت نفسه. البرودكت اللي انا اقصده هنا هو از اب، يعني كبرودكت از اب. طيب ده ليه؟ لان احنا هنا لما بنيجي نتكلم ان انا عندي يوزر، فاليوزر ده عمل داونلود وبعد كده عمل اوبن للاب. اوكي. طيب انا هنا بقول لليوزر والله اهلا ومرحبا بك في اني نيم، يعني الموبايل ابلكيشن بتاعي. فانا هنا بقول له والله انت اهلا وسهلا بيك، شرفتنا ونورتنا من غير اي حاجه تانية. فعلشان كده الويلكم مسج بنقول عليها ان هي اضعف انواع الاونبوردنج. طيب ده ليه؟ لان انا
اول حاجه اليوزر، هو ممكن، هل اليوزر في الويلكم مسج هيحس بالاها مومنت ولا لا؟ ده سؤال مهم، يعني لو تجاوبوني عليه يبقى جميل جدا. بس ما اظنش ان عمر الاها مومنت اليوزر يبدا ان هو ينتراكشن معاها هتكون موجوده في الويلكم مسج، لاسباب كتير جدا. حتى الراجل بتقول له والله اهلا بيك، اهلا ومرحبا بيك، عامل ايه، ايه الاخبار، لا انا بس يعني حتى ما بتقولوش احنا بتاع ايه. فدي مشكله. ايه المشكله بقى هنا؟ ان انا عندي في اول نوع من انواع الاون بوردنج از ويلكم مسج، ان انا والله ما بقولش لليوزر بتاعي انا مين ولا بعمل ايه ولا الكلام ده كله. انا كل اللي بقوله له اهلا ومرحبا بك بس، فقط لا غير. تمام. طيب. فاحنا هنا ده حاجة آه مش بتقدم الفاليو بشكل عام، حاجة بتخليك انت او بتخلي اليوزر بتاعك مش اكتيفيشن، ممكن ما يحسش بال كده كده ما بيحس، يعني مش بيكون في الانتراكتيف بتاع الارمامنت جوه الابلكيشن. تمام. فانت هنا بتوصل لمرحله ان انت مش عارف توصل الفاليو بتاعتك. تمام. وده هياخدنا بقى لحته مهمه جدا جدا جدا، الا وهي ايه؟ هو الجزء الخاص بان انا اهم حاجه عندي في الاونبوردنج ان اليوزر يوصل له الفاليو بتاعتي. الفاليو اللي انا بقدمها، تمام، بشكل او باخر لازما اليوزر يكون بشكل كبير جدا 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 وصلت له من الاونبوردنج. فانت هنا مش بس بتقول لليوزر بتاعك اهلا ومرحبا بك، لان احنا هنا قلنا ده، يعني خلينا نقول ده كده هنا اضعف انواع الاونبوردنج. تمام. طيب، اهم حاجه، ده لو احنا عايزين نختصر الاونبوردنج في سطر كده، هو ان اليوزر يحس بالفاليو الاها مومنت من الفيرست امبريشن، والفيرست امبريشن بيبدا من الاونبوردنج. فانت دورك ان انت فعلا تخلي اليوزر بيحس بالفاليو، بيحس بالقيمه اللي انت بتقدمها له جوه البرودكت بتاعك اللي احنا بنتكلم فيه كموبايل اب. ان اليوزر ما يحصلوش اي باد امبريشن في البدايه خالص يعني. تمام. طيب. آه لما بنقول ان لازم اليوزر يحس فعلا بالفاليو، هو مش كلام وخلاص، لا، احنا فعلا عايزين اليوزر يحس بالفاليو من الفيرست امبريشن. طب يحس بيها ازاي اليوزر؟ خليني اوضحها لك. لو احنا بنتكلم، احنا ده كله لسه بنتكلم في اول تايبس فور اونبوردنج. تمام. احنا لسه عندنا الفانكشنز الخاصه بالاونبوردنج، عندنا النوع الثالث من الاونبوردنج، ولكن احنا عايزين بس باختصار شديد جدا نفهم ازاي ان احنا نوصل المسج والمسج فاليو لليوزر بشكل صحيح جدا. تمام. ليه؟ لان دي اهم حاجه اليوزر لازما يعرفها. تمام. فانا بتكلم ان انا اليوزر بشكل عام لازما يحس بالفاليو. تمام. لازما يكون انت الامبريشن بتاعك، الامبريشن بتاع اليوزر يكون very good impression، مش bad impression. تمام. لان هنا لو حصل لان هنا في الاونبوردنج لو حصل تيرن، فانت
بشكل كبير جدا خسرت اليوزر معاك. كمان عايز اقول لك على حاجه، ان لو انت ما اهتمتش بالاون بوردنج، انت اي كامبينز انت بتعملها على الدارت بورد هي بلح من الاخر. يعني خليني بس ايه اكون بوضحها لك بمنتهى الصراحه ومنتهى الامانه. تمام؟ انت اي كامبين هتعملها بدون ما تهتم بالاون بوردنج، انت ولا عملت اي حاجه. تمام؟ ليه؟ لان في جزء كبير جدا من عدد اليوزر. يعني انت لو جيت بصيت على الفانل الخاصه بيك، جيت قلت والله انا عندي 10,000 داونلود. طيب ال 10,000 دول كم واحد منهم عدى مرحله الاكتيفيشن والاونبوردنج؟ تمام؟ طيب هو المفروض ان انا هنا، تمام، طبعا البنش مارك بيختلف من كل اندستري تانية بشكل كبير جدا. تمام؟ كمان انت بتبقى عارف السيجمنتيشن والكونسيومر بيهيفير بتاعك، اوكي، بشكل كبير. فانت ما ينفعش البرسنتج بتاعت التشيرن في الاون بوردنج، تمام، تبقى كبيره جدا، يبقى في جاب. لا، ما ينفعش خالص، ما ينفعش خالص ده يحصل. ليه؟ لان انت هنا انت عارفين اليوزر اللي بتخسره انت مش علشان تعرف تجيب تاني في الريتنشن والقصه دي كلها هتاخد منك وقت ومجهود، وهتحس ان انت وهو اليوزر برضو. يعني انت يعني اعمل ده لنفسك انت. انت دلوقتي لو انت كيوزر لو عملت داونلود لموبايل ابلكيشن وما حسيتش بالفاليو في الفيرست امبريشن اللي بيحصل، او حصلت لك مشكله في اللوجن، لان دي برضو حته هنتكلم عليها قدام شويه. تمام؟ انت هتعمل ايه؟ يا تخرج بره الاب ده وتشوف البديل بتاعه، يا هتمسح الاب. اوكي؟ الناس بقى الماركتير الجمال اللي ماسكين الاب ده لو قعدوا 100 سنه بقى يبعتوا لك بوش نوتيفيكيشن لو انت لسه سايب الموبايل، لسه سايب الاب زي ما هو، يبعتوا لك اس ام اس، يبعتوا لك ميل. فانت خلاص يا باشا، انا كيوزر انا اتقفلت. تمام؟ يعني انا بحاول اوصل الجمله بمنتهى البساطه، انا اتقفلت في الستيج دي. فانا ايه اللي هقابله جوه؟ تمام؟ فبتلاقي ان انت اوريدي انت خلاص انت مش عايز تكمل. ان انا بقول لك انت قيس على نفسك الكلام ده. تمام؟ طيب تعالى على النقيض بقى. لو انا الاون بوردنج بتاعي سلس، بيقدم الفاليو بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الوضوح، تمام، آه اليوزر اكسبيرينس نفسها بتاعت اليوزر نفسه حس بالفاليو اللي انا بقدمها، شاف القيمه اللي انا بقدمها له بشكل عام عامله ازاي. فاوريدي خلاص هو كده يا باشا، هو بتاعك، هو مكمل معاك. تمام؟ لكن غير كده هنبقى بنضحك على بعض يعني. تمام؟ وانا قلت لك قيس ده على نفسك، لان انا زي ما بقول لك انت راجل في الاول وفي الاخر انت يوزر. تمام؟ فلازم تبقى تقيس ده على نفسك، تشوف انت هل انت فعلا هتكمل ولا لا. انت فاهم قصدي ايه؟ طيب آه فاحنا اتكلمنا في ان احنا ما ينفعش في السكند او في الفيرست ستيج اللي هنا، ما ينفعش ان انا التشيرن ريت بتاعي يكون برسنتج عاليه، لان انا في الوقت ده هكون بخسر اليوزر بشكل كبير جدا جدا جدا. مش عايز اقول لك الى الابد، ولكن يعني احنا كلنا عارفين ان الطباع الاول يدوم. فانت لو اهملت في الاون بوردنج هيبقى الموضوع بالنسبه لك مش افضل حاجه. تمام؟ وان اليوزر يرجع لك تاني مش افضل حاجه. اوكي؟ فاحنا ده كله لسه ما اتكلمناش بقى في باقي الفانلز وباقي الجيرني بتاعت اليوزر. احنا يا دوبك بنتكلم على الاون بوردنج. لو انت بس فكرت كده ان انت ما تهتمش او تكبر دماغك او ما تبصش على الاناليسيس نفسها بتاعت التشيرن ريت عندك في الاون بوردنج، فانت طبيعي هتلاقي ان انت الدنيا عندك
واقعه خالص، لان ده الاون بوردنج بيزد اون الفيرست اوردر بشكل كبير جدا طبعا، بيزد اون الاكتيفيشن. تمام. فانت لو الدنيا عندك كده فانت خلاص، انت مهما تجيب داونلود وانستول من الكامبينز، انت مش هتقدر تحقق اي سيلز، لان انت في الاول وفي الاخر هي جيرني اليوزر بيعدي فيها، فهو واقع منك في ستيج، فهو انت خلاص كده. تمام. طيب، خلينا نطلع للجزء او التايبس التانية بتاعت الفانكشناليتي اون بوردنج. احنا هنا بنتكلم ان احنا عندنا 3 تايبس فور اون بوردنج، انت فاهم؟ فمحتاجين بقى ان احنا قلنا ان الويلكم اون بوردنج هو اضعف حاجه في الاون بوردنج بشكل عام. آه، خلينا نخش على التو تايبس الباقيه. اوكي. آه، آه، دول من اقوى الحاجات في الاونبوردنج بشكل عام. من الاخر خليني اختصر لك التو تايبس دول. تمام. ان انا لازم أنا اقدم ان فاليو لليوزر. طيب انا هقدم فاليو لليوزر ازاي وهو لسه اليوزر في الفيرست ستيج؟ يعني مش المفروض ان اليوزر يكمل باقي الجيرني عشان يحس بفاليو وعشان يشوف السيرفيس بتاعتي وعشان يشوف الايتمز والبرودكت والقصه دي كلها؟ انا معاك. بس لو اليوزر نفسه في البدايه خالص ما حسش بكل ده، هيطنشك. يعني زي ما قلت لك، او استحى على نفسك، يا هيطلع ويمسح الاب يا هيطلع ويشوف الكومباتيتورز بتوعه. تمام. طيب انا هنا ليه بقول لك ان انت تهتم باليوزر اكسبيرينس؟ اوكي. تهتم باليوزر بتاعك في الجيرني دي. تمام. وازاي تقدم له فاليو. اوكي. وفعلا الفاليو دي تعرف تقيسها على اليوزر. طيب خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا. انت ايه الفاليو اللي انا اقدمها في الاونبوردنج؟ هو مش اليوزر ده جاي من اد. اوكي. الاد دي كان فيها يو اس بيز. تمام. فيها انجل. تمام. انت بتلعب عليه. تمام. طيب لما يبدا اليوزر يدخل معاك الفانل، فهيبدا يعمل اوبن للاب. طيب وهو بيعمل اوبن هنا، هيخش في الستيج الخاصه بالاون بوردنج. طيب انا هنا بقى المفروض اعمل ايه؟ المفروض يبقى في ان اليوزر يبدا يحس بالاهمال، يبدا ان هو يكون في حس بالقيمه الحقيقيه بتاعت الاب، اللي هو انا داخل مكاني الصح. فانت لما تدخل اليوزر الفاليو بشكل كبير جدا في الحته دي، لازم يحس بالفاليو الحقيقيه اللي انت مقدمها له. لازم تقول له انت داخل هنا ليه، انت بتقدم له ايه. طيب انا مثلا لو انا هنتج موبايل ابلكيشن، لازم أنا اعرفه ان اي او تي بي بيطلب، اي كارت بنضيفه على الاب، هو امان 100%. تمام. هي دي مش فاليو؟ يعني فكره ان انت السكيورتي. تمام. مش فاليو، لا فاليو. تمام. لما انت تقول له والله انا اي او تي بي احنا بنطلبه ده علشان امان ليك، خلاص هو وثق فيك خلاص على كده. تمام. فانت هنا بتلعب على الجزء الخاص اللي يخلي اليوزر يتراست فيك اكتر. تمام. فعلشان كده الاون بوردنج دوره مهم جدا جدا يعني.
انا عايز اقول لكم ان اغلب الاب اللي مش بتهتم بالاون بوردنج يكون عندهم التشيرن ريت عالي جدا جدا جدا. واليوزر، وانت حطها قاعده كده في دماغك، اليوزر اللي اليوزر اللي مش هيقتنع بيك في الاون بوردنج، واللي هيكون معاك من جزء التشيرن ريت في الاون بوردنج، انت خسرته. وانا بقول لكم رايي المتواضع، انت خسرته للابد. تمام. الا بقى مع الري تارجتنج، مع ان انت تظهر ان انت غيرت حاجات كتير قوي في الاب، مع الكلام ده كله يبدا يرجع لك. ولكن اليوزر اللي بتخسره في الاون بوردنج، انت بجد مش هتعرف ترجعه تاني بسهوله. فعلشان كده لازم تهتم بالاون بوردنج بشكل كبير جدا، والفاليو اللي بتقدمها له. فاحنا قلنا ان احنا لو انا مثلا اليوزر بيضيف الكارت بتاعه عندي على الاب، فلازم أنا اوضح له ان انت والله انت في امان دائم. انت لازم أن يكون انت مؤمن، مفيش اي بيانات بتتسرب، ايه الكلام ده كله. طيب هل انا اقدر اعمل ده؟ اه، تقدر تعمل ده. تمام. هل انا اقدر ان انا ده يكون موجود معايا، وان انا بقدمه لليوزر بشكل كبير؟ اه، تقدر تعمل ده. فاهمني؟ تقدر تعمل ده بشكل كبير يخلي اليوزر ما يقلقش بشكل او باخر. طيب، والله ايه برضو الحاجة التانية اللي ممكن اليوزر ان انا هقدمها له كفاليو. اوكي، لازم اليوزر الاول يعرف انا مين. تمام، هو عارف انا مين وهو جاي على الاد وعمل داونلود، بس لازم هنا بقى اقول له انا مين بالشكل اللي يعود على اليوزر عارف اللي هو ايه، اللي هو لا انتوا شبهي، يعني هو ده اللي انا محتاجه. يعني انا قلت له في الادز وطلعت له على اليو اس بي بتاعته، كل اللي اتكلمنا دي كلها، والانجل والقصه دي كلها وبتاع مش عارف ايه القصه دي. تمام، بس لازم هنا اقول له انا مين بشكل مختلف، بشكل يخليه فعلا يقول لا انا وي تراست فور يو. تمام، يعني تراست فور يو، اسف. تمام. لازم أنا اخلي اليوزر بشكل او باخر يبدا ان هو يحس ان لا، الناس دي أنا شبههم قوي، يعني ان انا معاكم، انا بتاعكم من الاخر يعني. تمام. فلما يبدا اليوزر يحس بده، هو خلاص هو كده حاسس بالفاليو. لما تطلع له مثلا بجزء من الفاليو اللي انت بتقدمها له، انت فاهم، او اللي انت بتساعد فيها في الماركت، او الفاليو فاليو مسج بتاعتك. تمام، اللي انت بتقدمها، تمام، لما تكون موجوده في الاون بوردنج، دي حاجه مهمه جدا جدا. تمام. ف اي تايبس احنا بنتكلم فيه في الاون بوردنج، لازم بعيدا عن الويلكم تكون فعلا انت مقدم له آه، 90% من كل او 90%، ايه، 100% من الفاليو اللي بتقدمها له. تمام. طيب آه، خلونا نبدأ ان احنا ندخل بعد كده مشاكل الاون بوردنج اللي بتواجهك. ايه المشاكل؟ تمام، وحلها عامل ازاي؟ اوكي. طيب خلينا نكمل. ايه اهم المشاكل اللي اليوزر بيقابلها في الستيج الخاص بالاونبوردنج، وحلها ايه؟ طيب آه، اهم المشاكل دي او اغلب المشاكل دي. تمام. ممكن مثلا انت مش موضح لليوزر ان الاو تي بي هيوصل له على الواتساب. يعني آه، احنا احنا كلنا متعودين ان الاو تي بي مثلا بيوصل على الاس ام اس. تمام. ممكن انت مثلا في البدايه، فممكن علشان خاطر الاس ام اس ممكن تبقى كوست غاليه عليك وبتاع مش عارف ايه القصه دي كلها، فانت بتقول فانت بتروح مش سبسكريبشن مع سيرفيس بروفايدر للواتساب مسج. تمام. علشان ممكن انت عايز توفر مثلا في الحته دي. تمام، او ايا يكن انت ايه السوليوشن اللي انت شغال عليه او اللي انت مختاره. تمام. فبيبدا اليوزر اللي هو سب كونشس عنده، هو
على طول واخد ان الاو تي بي بيوصل له على الموبايل اس ام اس. اوكي. فحل مشكله زي دي ان انت محتاج ان انت تقول لليوزر لا والله خلي بالك يا معلم، عشان خاطر انت اي الارم مسج تقول له ان الاو تي بي هيوصل له على الواتساب بدل الاس ام اس. اوكي. دي من اغلب المشاكل. تمام. طيب، مشكله تانية زي مشكله اللوجن. اوكي. ان بيحصل لودنج كبير جدا 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 في في الجزء الخاص بتاع اللوجن. تمام. فده بيخلي اليوزر يزهق. تمام. انت محتاج اللوجن يكون سموزي او سهل، يعني سهل لليوزر. تمام. الا لو انت في انفورميشن كونتنت، ولو في انفورميشن كونتنت خلي الانفورميشن كونتنت دي بعد اللوجن. اوكي. فانت في اللوجن لازم تخلي الدنيا سهله جدا. تمام. علشان خاطر اليوزر يعرف يكمل باقي البروسيس بشكل كبير جدا. طيب، فدي كلها حاجات طبعا احنا اتكلمنا في الفاليو، انت لازم توصل الفاليو واليو اس بي بتاعتك القصه دي كلها في الاونبوردنج. تمام. فانت برضو هنا انت محتاج تخلي اليوزر فيلينج ان هو ماشي بروسيس سهله مش صعبه. تمام. انت خلي اي حاجه نيكست اونبوردنج. تمام. مش شرط ان انت علشان خاطر اليوزر يلوجن ويعمل اكونت عندك ان هو يعدي بمرحله ان دي ايه زي ما بيقولوا يعني. تمام. لا، خلي الدنيا سهله. خلي الدنيا سهله في الاول. تمام. وبعد كده يا باشا خد الانفورميشن اللي انت محتاجها من اليوزر. تمام. طبعا الا بقى في بعض الاندستريز اللي لا لازما اليوزر عشان يلوجن محتاج ان هو يابلود سواء بقى باسبور او رقم قومي او ايا كان الانكوايرد اللي انت حاططها. بس انت هنا لازم تخلي ان اليوزر عندك بشكل كبير جدا يكون الدنيا سهله بالنسبه له. تمام. دي برضو من ضمن المشاكل. طيب، مشاكل تانية ممكن تواجهك وتواجه اليوزر في الاون بوردنج. ان ممكن مثلا والله ان الاون بوردنج وان اليوزر وهو بي كريت الاكونت مثلا، انت بتطلب منه مثلا ميل باسورد. اوكي. فانت حاطط مثلا انكوايرد معينه للباسورد. اوكي. فطبعا ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتخلي البوردنج صعب. تمام. فانت انت هنا بتحاول تخلي الدنيا سموزي لليوزر. تمام. وسهله. تمام. لان انت لو جيت بصيت على اليوزر فانل. تمام. وجينا بصينا على الاون بوردنج. تمام. هو اهم سايكل عندك هنا. لان هنا هيوصلوا للاكتيفيشن. طيب، لو انت اصلا هنا الدنيا عندك واقعه، خلاص انت خسرت اليوزر. تمام. خسرته بجد مش بهزر، وانا قلت لك رايي يعني. ان انت هنا ان اليوزر لما انت بتخسره في الحته دي خلاص انت كده هو مش هيكمل معاك. ومهما تروح له بقى بريتنشن رحت له والله لو عملت ايه خلاص هو الفيرست امبريشن ضاع فخلاص. لان اليوزر علشان خاطر هو اليوزر حقق ده. اوكي. وحقق ده. تمام. هنا بقى لو الدنيا واقعه او وقلنا وشويه المشاكل اللي احنا قلنا عليهم دول واجهوه، هو مش هيحصل الاكتيفيشن. تمام. فمش هيضطر مش هيكمل معاك بقيه البروسيس الخاصه بالفندل. تمام. عشان يوصل للمونتيزيشن هنا شوف هيعدي بكام مرحله. فانت اوريدي انت خسرته هنا. تمام. فانت علشان ما تخسرش اليوزر هنا لازما علشان تحقق ده لازما ده. تمام. يكون صح مليون في المية. تكون الدنيا سهلة، الدنيا سموزي. مفيش انكوايرز كتيرة. خلي يا باشا كل الانكوايرز والانفورميشن والحاجات دي كلها بعد الاون بوردنج. تمام. طيب،
انا وصلت الفاليو وعملت كل الحاجات الجميله دي واهتميت بالاون بوردنج والمسج فاليو اللي انا بقدمها لليوزر، وان دي، وعرفت ان دي اهم، وشفت ايه اهم المشاكل. وخلي بالك، لازما في كل ستيج، لازما تفولو اب وتتابع التشيرن. هو حصل تشيرن هنا ليه؟ طب هو التشيرن في الاون بوردنج ده ليه؟ بسبب ايه؟ اغلب اليوزر مثلا مش بيكملوا علشان خاطر ايه المشكله اللي بتواجههم، ايه اكتر المشكله، ايه اكتر واهم المشاكل اللي بتواجههم هنا. تمام. وابدا يا باشا في الحل. طيب هو الحل بتاعي ده هيكون زي ما احنا قلنا بيز اون الديسيجن اللي اتاخد. تمام. وليكن مثلا والله زي ما اتكلمنا مثلا في الحته بتاعت الاو تي بي والاس ام اس واللهم بارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والواتساب. اتكلمنا في اللوجن والانكوايرد الخاصه بالميل مثلا والباسورد. اوكي. في حاجات كتير جدا 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 بتحصل في الاون بوردنج، فبناء عليه بيحصل تشيرن. فانت طبيعي ان انت بتلاقي اليوزر ما بيكملش معاك، آه، بي آه، بيحصل له تشيرن. فانت لازم تاخد ديسيجن واضح وصريح على الحته دي. تمام. لان انت لو ما خدتش ديسيجن عشان تحل المشكله دي، يبقى احنا مش ماشيين صح. احنا مش ماشيين صح ومش مكملين صح. طيب خلونا بكل بساطة نركاب كده اللي احنا اتكلمنا فيه. احنا اتكلمنا على انواع الاون بوردنج، وقلنا ان الويلكم مسج هي من اضعافهم. اتكلمنا ازاي الاون بوردنج يكون قوي علشان خاطر بقدم كل الفاليوز لليوزر. اتكلمنا ان مرحله الاونبوردنج هي اهم مرحله في اليوزر جيرني نفسها. اتكلمنا عن اهم المشاكل اللي بتواجهك في الاونبوردنج وحلها. تمام. آه، اتكلمنا بشكل كبير جدا عن ان ازاي تخلي الاونبوردنج بتاعك سلس وبسيط. تمام. طيب آه، بنسبه كبيره جدا انا مش عايز اتطرق للحته دي، لان انا من وجهه نظري المتواضعه ان انت عارف انت اللي هو ايه يعني. خلينا اوصلها بكل بساطه. آه لو انا عامل كل الرولز بتاعتي صح 100%، الاون بوردنج بتاعي زي ما قال الكتاب. تمام. آه كل ستيب في الاون بوردنج مشروحه وواضحه وسهله. الترند بتاعي يعتبر لا يذكر، رقم لا يذكر. تمام. آه فانت كده ماشي صح، ماشي صح بنسبة 100%. اوكي. اوكي. طيب علشان نكمل بقية البروسيس دي كلها صح، علشان نكمل بقية طيب علشان ما اطولش عليكم. تمام. لان انا حاسس ان انا طولت قوي. لان زي ما وضحت لكم ان الاون بوردنج ما ينفعش يتشرح معاه حاجه تانيه. تمام. طيب الري اون بوردنج يوزر بشكل عام بتكون عامله ازاي؟ طيب احنا بيبقى عندنا الفاميليار يوزر اللي هو خلاص هو جاهز وعلى الاكتيفيشن على طول. تمام. وان اليوزر خلاص ده معنا. اوكي. طيب في بقى انواع تانية اللي هو الانفاميليار يوزر. تمام. اليوزر ده زي ما اتكلمنا ان هو راجل عمل داونلود للاب. اوكي. و ممكن ناسي يفتح الاب. ممكن حصل له مشكلة ايا يكن. ولكن بالريتنشن بدأ ان اليوزر يبدأ ان هو يرجع ويكون ويكمل البروسيس بشكل كبير. يعني بالريتنشن، بالبوش نوتيفيكيشن، بالاس ام اس، بالواتساب، كل انواع الريتنشن.
بدأ ان اليوزر يرجع ويكمل. اوكي. فده برضو بيدخل معانا من ريبوردنج يوزر، ري اونبوردنج يوزر. اوكي. طيب، في حتة مهمة قوي، يعني الاتنين دول بيتقاطعوا فيها. تمام، هي ايه؟ لازم نفهمها كويس قوي. انا والله عملت ابديت جديد. تمام. انا والله بقى عندي فيوتشر جديدة. تمام. انا والله بقى عندي خش افتح طلبات دلوقتي، شوف طلبات البوب اب اللي هيظهر لك هيكون ايه. كلها هتكون عن رمضان. اوكي. طيب، انا هنا بقول لك ان دول انت بتستخدمهم علشان خاطر تعلن عن فيوتشر جديده، تعلن عن تولز جديده عندك، تعلن عن ابديت جديده عندك. اوكي. فدول مهمين جدا. ليه؟ لان اليوزر اصلا، تمام، هو معاك واليوزر ريدي. فانت اللي هو ايه، ريدي تو جو. فانت لازم تكون بشكل كبير جدا، ان مش خلاص على مش خلاص كده اللي هو ايه، لما يخش جوه يكمل بقيه البروسيس والقصه دي كلها. لا، انت اكشلي طول ما انت شغال انت بتعرض ده في الاونبوردنج. تمام، بتظهر ده في الاونبوردنج. ليه؟ يعني بالمختصر المفيد كده، لو في حاجه هنطلع بيها النهارده من السيشن هنا، ان انا الاونبوردنج هو اظهار القيمه الحقيقيه. تمام. هو اظهار القيمه الحقيقيه للبيزنس. فانت لو مش هتظهر الفاليو الحقيقيه للبرودكت وللبيزنس اللي انت شغال عليه، خلاص بقى كل ده اوت من الاخر يعني. تمام. فانت لازم أن تكون فاهم كويس ان الاونبوردنج له بروسيس وله عوامل، وان اليوزر كمان بيكون له انكواير. هو محتاج ان هو يثق فيك، محتاج يعرف انت مين، محتاج يكون بشكل كبير جدا انت موضح له كل ده في الاونبوردنج. تمام. وازاي الري اونبوردنج لليوزر بيتم. تمام، سواء بقى انا بظهر او عايز اظهر تولز جديده او فيوتشرز جديده، او عملت ابديت معين لازم أن يكون اليوزر اوير بيه. تمام. والانفاميليار يوزر نفسها زي ما قلت لك، لو انت هتروح لها بالريتنشن وكمل معاك. تمام. ف لازم أن يخش برضو في الجزء الخاص بعد ما بيكمل البروسيس بيخش الخاص تحافظ عليه ان هو يكون فاميليار يوزر. تمام. آه، ده بشكل عام. انا حاسس ان انا طولت عليكم طبعا، بعيدا عن خطي. تمام. بس انا حاسس ان انا طولت عليكم شويه. بس خليني اقول حاجه. انا النهارده لو في حاجه ان انا اطلع بيها باون بوردنج، هو ان انا بظهر الفاليو الحقيقيه للبيزنس اللي انا شغال عليه. ان انا ما يكونش عندي تيرن ريت عالي في الجزئيه دي. ان انا اكون بقدم الفاليو بكل سلاسه وبكل وضوح لليوزر. آه، لو في حاجة هنقدر إن إحنا نرجع بيها تاني للسيشن مرة واثنين وثلاثة. بس بشكل عام إحنا حطينا فريم ورك واضح وصريح للأونبوردنج. مبسوط إن أنا كنت معاكم النهاردة، وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله تعالى
سيشن جايه ان شاء الله.